يا مساء الفل عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، فيديو روتين كده تشجيعي، تقومي كده يلا تشجعي معايا. اولا دي الخلطة دي بتاعة الزيت، دي خلطة حاطة فيها زيت توم على زيت ارجان على زيت لوز على زيت خروع على زيت زيتون، كمية زيوت كده وخلطاها على بعضها. بنعمل بيها حمام زيت لشعري ولشعر رودي. فقلت بقى ايه، اعمل حمام زيت كده طبعا لشعر رودينا. بداية اليوم كده يا دوبك فطرنا، وبعد كده رحت قلت لها بقى يلا بينا ايه، نعمل لك ماسك كده قبل ايه ما تخش تاخد الدش بتاعها. فطبعا يعني يا بخت اللي يعني يخلي باله من شعر بنته وهي صغنونة كده، الدنيا تطلع كويسة ان شاء الله. ده كركار سوداني كنت جايباه من العطار عندنا هنا. جميل قوي 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 بجد. انا لما بحط على شعري بيطرى وبيفضل ناعم ومفيش هيشان ولا اي حاجه. وبصوا من الكركار السوداني وزبده شيا وجوز هند وارجان، حاجات كده حلوه يعني بتخلي ملمس الشعرايه طري كده وحلو قوي. وحتى بعد يومين من الحمى حتى تلاقي شعرك كده مفرود وجميل قوي قوي قوي. فقلت اعمله لها كده قبل ما تاخد الدش بتاعها بساعة كده وانا ايه اروق بقى ايه الدنيا. طبعا احنا هنا في اوضة المعيشة اكيد كلنا بنعمل الموضوع ده. ان لازم يبقى فيه دفايات. وطول ما انتي قاعدة متدفية حاطة الدفاية على رجلك في عز الشتاء اللي احنا فيه، شال زي ده على كتافك. ده شيء لابد منه، لا ينفعش ما ينفعش ان احنا نقعد من غير ما نتدفى. فبطبق بقى الحاجات ديت تمام، الدفايات كده وبحطها على جنب. وكنت كنسة انا الأوضة ديت من فترة يعني قبليها بيوم. فطلعت على الصالة وقلت بقى برضو ايه اروق كده ترويقة خفيفة كده. اشيل الشيلات الكسوة بتاعة الكنب دي يا جماعة دي سحر بجد. تخيلوا انا بنفضها لقيت كمية فرافيت وتراب. بصوا هنا كده، تخيلوا كل ده كان هيبقى وسط الشلت بتاعة الانتريه. فحلوة قوي قوي انها تحفظ الكنب. انا اوقات كتير كنت اشيل الحاجات اللي هي الشلت، الاقي الوان، الاقي لعب صغنونة. الفرافيت لما يكون حد من الولاد ماسك سندوتش ولا حاجة وبياكل، او تراب. بصوا البيت مش خالي من اي حاجة من الحاجات دي. فقلت بقى ايه ان انا نفض كده تنظيفه كده، عارفين اللي هو الروتين اللي هو ايه، الدنيا ساقعه بس انتي برضو عايزه تنفضي او تنضفي تنظيفه حلوه. فطبعا من كتر ما الدنيا ساقعه، انا عندي الدنيا ساقعه بطريقه جامده قوي قوي قوي. فكنت عايزه انقل السجاده اللي قدامكم دي، بصوا حتى انتوا تشوفوها ايه قصيره وصغنونه عند الانتريه، انقلها جنب السفره. لان الانتريه ده اكتر مكان الولاد بيقعدوا ساعات على الارض يلعبوا، فبيبقى حواليهم السيراميك لما يكون عريان كده الدنيا بتبقى ساقعه قوي. فقلت بقى عايزه اجيب اللي هي السجاده الكبيره اللي عند السفره احطها عند الانتريه، بحيث ان هي ايه تظبط الدنيا يعني للولاد وتدفيهم. فكنست كويس بالمكنسة الكهربائية بحبيبتي طبعا ربنا يخليها لي. كنست كده كويس. كنت حتى عايزة ان انا امسح الارض، بس بصراحة انا خفت انها تسقع الدنيا اكتر لان الجو ساقع قوي 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 قوي. فقلت لا كفاية كده كده، انا على طول ايديا في البيت، فكفاية ان انا ايه اكنس كنسة كويسة وابدأ ان انا انقل السجاد. فبدأت ان انا انقل السجادة الصغننة ديت، تهبديها كده هبدتين خلاص بقت السجادة زي الفل. هنا بقى خلاص حطيت السجادة الكبيرة وهبدأ ان انا ايه افردها. وفردتها فعلا وهبدأ ان انا انزلها تحت ال 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 الكنبة علشان تتمسك، لان طبعا الولاد بيجروا بيلعبوا. السجادة الصغيرة كان عيبها انها كل شوية بتروح يمين وشمال وتجري وتروح وتيجي، حاجة يعني اذى. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت المشاية اللي هي النبيتي دي في النص، وكنست طبعا تحت السفرة كويس وتحت النيش والبوفيه والكلام ده. وحطيت السجادة الصغننة عند السفرة، قلت دي محدش بيقعد عليها. حتى لو حد قاعد على الكنب بيبقى قاعد وتحتيه رجليه عريانة من السيراميك. لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين اهي السجادة هناك اهي
تحت تبقى حتى لو حد قاعد على الكنبة رجليه نازلة على السجادة والدنيا تمام. اما السفرة لا، طبعا كساوي كسوة الكراسي بتاعت السفرة عايزة لها يعني ايه فكرة كده هوت عشان تمسك شوية على الكراسي. عايزة لها كده ايه، عايزة اجيب استك كده كتير وابدأ ان انا ادكك القعدة من تحت، بحيث ان ايه الاستك يبقى ماسك على الكرسي، ما تبقاش ايه ساكتة كده. لان طبعا الولاد لما بيجوا يقعدوا بيجيبوها يمين شمال بتتفك. بعد كده قلت هخش بقى اغسل القمصان لاستاذ احمد قبل ما احطها في التلاجة. كنت هقول لكم في التلاجة قبل احطها في الغسالة. طبعا انتوا عارفين الرجالة الله يعينهم يعني بيتعبوا طبعا اكيد والعرق ده لبسة يوم، يعني القميص ده لبسة يوم، الله يعينهم ويقويهم يا رب. بجيب مسحوق، تمام، الخلطة دي جميلة قوي جربيها، من مسحوق وعليها حبة كلور الوان، وبحط من اللي هو الفانيش دوت زي الفانيش، واخلطهم وبالفرشة زي ما انتوا شايفين مخصصه لها فرشة كده، اروح واخدة الياقات كلها كده رايح جاي رايح جاي، بحيث ان انا لما احطها في الغسالة هتطلع لي نظيفة اكتر وهتطلع لي جميلة، يعني مش هيطلع فيها اي عيب ولا اي حاجة. تمام، يعني بصوا هنا المنظر عامل ازاي، صعب قوي صعب قوي يعني. فمجرد ما انا بعمل الخلطة دي ما بتعبش، مجرد ان انا ببقى رايحة جاية يمين شمال ها لحد ايه ما تبيض معايا والايه وتبقى اقل يعني يعني بصوا اهي بيضت اهي الحمد لله. تتحط بقى في الغسالة، بحط برضو مسحوق وبحط فانيش وبحط كلور الوان واسيبها في الغسالة بتطلع زي الفل. اوقات بحطها من غير ما اغسلها كده، ساعات بتطلع نظيفة وكل حاجة، بس عارفين انتوا ايه، انا مش راضية عنها. فياقة القميص طبعا لازم احطها كده. بصوا بمسكهم بقى قمصان ديت قميص قميص كده، واروح مدخلاه بقى في الغسالة، وابدا ان انا احط بقى المسحوق بتاعي والكلور الالوان والفانيش والباقية الخلطة اللي انا عاملاها اهو، حطيتها في الدرج. وهبدأ احط بقية الحاجة اللي انا بستعملها للتنظيف برضو علشان تنظف لي الدنيا. وبسيبه بقى ايه في البرنامج بتاعه، بتطلع بصراحة زي الفل زي الفل. تمام، حطيت برضو هنا كلور اهو، فطبعا بيبقى بقى الخلطة يعني ايه مركزة، تطلع الهدوم جميلة قوي. فقمصان جوزك قمصان الولاد بتاعت المدرسة طبعا بتبقى متبهدلة عرق، الاساور كل دوت بيبقى بايظ. لا انا بعمل ايه، اروح غسله كده الياقات، مجرد بس البقعه تروح وخلاص على كده. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم بخير. بعد كده بقى طبعا كان في كوبايات الفطار انا ما غسلتهاش، فقلت يلا بقى يا بت قومي كده اهو املي بقى الصابون بتاعك، ده صابون فيبا جميل برضو حلو مش وحش بالنعناع. ودي الازازه اللي انا ببقى حاطه فيها برضو صابون احتياطي، كانت عارفين ايه عليها نقط صابون كده اهوت. فانا ما بحبش يعني الواحد يبتدي كده الحاجه ويغسل، والحاجه دي بالذات لما تكون مش نظيفه بتخليني اكتئب. يعني الازازه اللي انا بغسلها دي حتى لو عليها صابون ومش نظيفة بجد بكتئب، اللي هو المنظر نفسه مش بيبقى حلو. ببقى بغسل مواعين وانا متضايقة، فلازم الحاجات اللي بنغسل منها المواعين تكون نظيفة، فاهمني. فمليتها بقى كده زي ما انتم شايفين. تمام، وبدأت ان انا اقفلها بقى كده وابدأ ان انا اغسل الكوبايات بتاعتي. الكوبايات انا مخصصه لها زي سلكة كده اللي هي اغسل بيها الكوبايات. تمام، بتنضفها وبتخليها زي الفل عن الاسبونشة. طبعا الاسبونشة ممكن حلوة وكل حاجة، بس انا السلكة عارفين انتوا كده ايه، بتطلع الكوباية كده بتبرق كده وبتضوي كده جميلة. فقلت اغسلهم بقى كده وكل ده ولسه ما عملتش الاكل. يعني والله يا جماعه الروتين ده بيبقى حاجه متعبه اكيد وكل حاجه، بس اللي هو ايه، طب يلا نشجع بعض، طب يلا اشجع غيري، طب ما ممكن حد ياخد مني فكره يقول طب اعمل كذا طب ما اعملش كذا. تمام، هنا بقى في حله اهي في الحوض بملاها. كنت هسلق مكرونه، تمام، عشان الغدا النهارده مكرونه. والبراد ده طبعا من جوه كان حالته بالبلة، رايح خالص وضايع. فعايز ملح ليمون، فحطيت فيه رشة ملح ليمون. تمام،
وهولع عليه النار. مجرد ما بشيله خلاص الدنيا زي الفل. يعني اشيله وادعكه كويس يمين وشمال وبره وجوه، بيبقى جميل قوي. الملح الليمون ده سحر. جبت الفراخ البانيه بقى وبدأت ان انا اتبلها. حطيت ملح، وهحط بهارات سوري، وهحط بهارات بطاطس برضو. هتقولوا لي ايه علاقتها؟ انا بحب البهارات جدا. وبحط بودرة بصل وبودرة ثوم وفلفل اسود لو امكن. مفيش خلاص بقترح يعني بكتفي بالبهارات اللي انا بحطها دي. وهبدأ اقلب القطع الفراخ مع بعضها كويس قوي. طبعا في عز الغلا اللي احنا فيه ده، عايزه اقول لكم ان نص كيلو البانيه عامل 4 قطع وربع او نص، حاجه بسيطه خالص. فجبت ورق زبده دهنته بالزيت زي ما انتم شايفين، وبدات احط ال 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 القطع الفراخ. وعشت دور بقى الاير فاير بقى، عارفين انتوا اللي ايه، المقلايه الهوائيه دي، اللي هي الصحيه اللي بالزيت. انا ما جبتهاش ومش هجيبها، لان برضو يعني مش عارف هجيبها ان شاء الله. بس عشت بقى دور، عارفين انتوا الاير فاير بقى، انا كأن عندي هعملها. انا حطيتها في الفرن على الحال ده، وطلعت جميلة جدا واستوت وزي الفل وجميلة قوي. مجرد ان حطيت حبة زيت في ورق الزبدة، ومن فوق حاجة بسيطة والتوابل، وحطيتها في الفرن. مفيش ربع ساعة، نص ساعة بالكتير، وكانت زي الفل. كانت جميلة جدا 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 واستوت. وكنت فاكرة ان انا لازم اقلبها هي فوق وتحت، لا لا لا، بصراحة كانت جميلة قوي. فجربوها يعني، الاير فاير اللي على قدنا ده نعملوه لحد ربنا ما يكرمنا ان شاء الله. بعد كده عملت الصلصة زي ما انتم شايفين. وبدأت طبعا المكرونة صفتها، وعملت سلطة. وده كان يومي. أتمنى ان اليوم يعني والروتين يعجبك. أتمنى ان لو عجبك تعملي لايك وتشترك في القناة لو حبيتي. وده الأكل بقى. بعد ما أكلت افتكرت ان انا ما صورتش، بس لحقت حبة سلطة صورتها والمكرونة. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.